السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وبفضلك وأمرك إن شئت فاجعل الأمر سهلا يا رب. يا مساء الخيرات عليكم يا شباب. طيب ده بإذن الله رب العالمين الفيديو الثاني للحل. هنحل بقية الأسئلة اللي هم بقية 150 سؤال على الباب الأولاني ونبدا نشوف الدنيا كده. اهم حاجه بس الله يبارك لك، انا هبدا على طول. الفيديو دوت مش هيبقى طويل، يعني دوكا تقريبا كنا قلنا هيخش في ساعتين، هو تقريبا كان ساعه ونص. تمام، فحلو قوي، ده المعدل اللي انا محتاجه قوي. ودوت باذن الله يعني ممكن يكون ساعه وشويه. تمام باذن الله يعني. فهنخلص الفيديو كده، اسمع كده بالراحه، اكتب الافكار بتاعتك معايا، شوف حاجه جديده عليك ولا لا كده، وتابع معايا الحل. تمام، واستنى بقى لاخر الفيديو باذن الله عشان اقول كلمتين كده مهمين بالنسبه للحاجه اللي انت هتعملها بكره باذن الله انت. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بس نخلص الباب على خير. وكده كده احنا متابعين على الجروب بتاع التليجرام، فانت لو ما دخلتش ادخل على الجروب بتاع التليجرام، هتلاقي اللينك بتاعه في مسار لوحده كده اسمه جروب المعسكر. تمام، عشان احنا عايزين نتابع كده كل يوم. انا معاكم اول باول، في اي حاجه عايز تستفسر عنها، اي حاجه عايز تسال فيها. مثلا انا مش عايز اسيب الباب، ما انا بقول اهو، انا مش عايز اسيب الباب غير لما يكون كله مظبطه، فانا عايزك تكون ماشي معايا. وشابوه جدا 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 للناس يعني اللي بتسمع الفيديوهات في ميعادها. ويا ريت لو انت بتسمع الفيديوهات في ميعادها انزل اكتب لنا في الكومنتات. تمام كده، تمام. يلا بقى يا عسل، نسمي الله ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا واقفين عند السؤال رقم 80. طيب السؤال رقم 80 بيقول لك يتساوى عدد الالكترونات المستويين الفرعيين فور اس و 3 دي. هو امتى الاثنين هيتساووا؟ لما الاس يكون فيها 2 ودي برضو فيها 2، صح كده؟ الاثنين قد بعض اهو. طب ينفع واحد واحد؟ مفيش عنصر فيه واحد واحد، مفيش خالص. طيب يبقى 2 و2 يبقى ده التيتانيوم، صح كده؟ ده توزيع التيتانيوم 22 اهوت. 4 اس 2 3 دي 2، فيتساوى عدد الكترونات الدي مع الاس. حلو. بيستخدم في ايه بقى العنصر ده؟ هل بيدخل في تكوين سبيكه اصلا من الصلب؟ لا، ده مين؟ ده المنجنيز. المنجنيز مع الحديد اللي هي خط السكه الحديد، يبقى ديت لا. طيب رقم 2، هل بيدخل في تكوين سبيكه صناعه جسم مركبه الفضاء؟ اللي هو اللي هو التيتانيوم مع الالومنيوم. طيارات عاديه ومركبات فضائيه، فالمركبات الفضاء صح، يبقى الاجابه رقم ب، ده التيتانيوم صح. طب يدخل في تكوين سبيكه البرونز والنحاس الاصفر؟ لا، ده النحاس. يدخل في تركيب محلول فيهلنج او ماده الجلفنه؟ محلول فيهلنج ده كبريتات نحاس اصلا، ماده الجلفنه ده خرسين، ده حاجه وده حاجه اصلا. تمام، يبقى ما ينفعش، يبقى الاجابه رقم ب. يحتوي مستوى الطاقه الرئيسي الثالث على 18 الكترون لعنصر نقط في سلسله 3 دي. طيب انتقالي او غير انتقالي؟ تعال نشوف بس كده. انا عايز 18 الكترون. بص يا باشا كده، بسم الله. دلوقتي انا بتكلم على المستوى الرئيسي الكام؟ الثالث. كلمة المستوى الرئيسي الثالث يعني أي مستوى فرعي قدامه 3، زي مثلا التلاتة دي، زي مثلا التلاتة اس، زي مثلا التلاتة بي. دول كلهم قدامهم 3، فدول في المستوى الرئيسي الثالث. المستوى الرئيسي بيضم عدد من المستويات الفرعية. تمام. هو مين اللي في النص ما بيننا احنا الاثنين؟ الأربعة اس. هو قال لي في السلسلة الأولى، دي السلسلة الأولى اهي 4 اس 3 دي. حلو. هو عايز المستوى الرئيسي الثالث. المستوى الرئيسي الثالث يعني ده، بص كده، يعني ده وده وده يكون فيهم 18. طب تعالى كده لما نحط ال 18 يلا مع بعض، بسم الله. الاس كده 2 وديت 6، 2 و6 كام؟ 8. فاضل كام على 18؟ 10. هتحط هنا في الدي وهتقول لي هوزع هنا 2 و8. لا، انا عايز المستوى الثالث، يعني اي حاجه قدامها 3 مجموعهم يكون 18. الاربعه اس مش معايا، ده في المستوى الرابع لسه. كده كده بضل حطيت في الدي، يبقى لازم هنا 2 او 1. 2 او 1. لو 1 ده بتاع النحاس، لو 2 ده بتاع الخرسين. يبقى اما لا في النحاس لا اما في الخرسين. احنا عارفين النحاس انتقالي والخرسين غير انتقالي، يبقى هو عنصر انتقالي او غير انتقالي؟ صح. انتقالي فقط؟ لا. غير انتقالي فقط؟ لا. غاز خامل؟ لا. يبقى الاجابه الصح هي الاجابه رقم كام؟ رقم الف، اول واحد. طيب بص الحته دي جميله والله، مش عارف ايه بس والله حلو اهوت. بص لعب عيال. ماشي، خلينا بقى في الكلام المهم. مش عارف احنا بنعمل ايه والله، احنا لسه بادئين الفيديو. ركز بقى كده عشان احنا ايه، مش هنخيب في اول الفيديو. يلا رقم 85. افضل ماده لصناعه سلسله تستخدم كمرساه لسفينه في البحر. المرساه بتاع السفينه دي بتبقى حاجه كبيره كده وتقيله كده. اول ما السفينه بتيجي ترسو يعني تقف على الشط، بتنزل المرساه ديت عشان ما تتحركش، يعني بتنزل ايه، تكون تقيله كده ترزع في الارض في قاع البحر عشان توقف السفينه. طيب المهم يعني
بحيث يكون طرفها مربوط في السفينة ومغمور في المية والطرف الآخر في الهواء. هي أفضل حاجة تستخدم في الكلام ده كله هي إيه؟ هل نحاس النقي؟ لأ. ليه النحاس النقي لأ؟ أي عنصر نقي بيكون ضعيف أصلا، فالنحاس النقي ده لين. أنتوا عارفين أصلا النحاس اللي هو سبيكة أصلا عندنا بنستخدمه في سلوك الكهرباء، أنت ممكن تتنيه أصلا كده، ما ينفعش. طب ينفع منجنيز؟ بذمتك ينفع المنجنيز؟ ومنجنيز نقي اللي هو هش أصلا؟ ما ينفعش. طيب ينفع السكنديوم؟ هيتاكل بسهوله جدا جدا، هيتاكل وسهل جدا ان هو يتاكل عشان نشط جدا، انشط العناصر الانتقاليه، فمش هينفع. على السلامه. طب ينفع سبيكه الحديد؟ الحديد تقيل فينفع كمرساه، وفعلا المرساه دي بتبقى مصنوعه من الحديد. طب انا بقول سبيكه ليه للحديد؟ عشان انا بحط عليه ماده تحميه من الصدأ وتاكل، لان رميه في الميه والميه هتخليه يصدي صدأ الحديد في الباب الرابع. فانا جايب هنا سبيكه عشان احط عليه ماده مثلا زي النيكل او الكروم اللي هي تحميه من الصدأ، مثلا اعمل له جلفنه، اعمل له مثلا غطاء انودي فيحميه من الصدأ، فعشان كده قلت عليه سبيكه. حلو، يبقى سبيكه للحديد، يبقى الاجابه رقم د. ذابت ماده في حمض فاصبح لون المحلول بعد الذوبان ازرق. لون المحلول ازرق يبقى ده نحاس على طول، اللي هو نحاس موجب 2. وكلمه دابت يعني اتفعلت، يعني حصل لها عمليه اكسده. مش احنا عارفين في الباب الرابع كنا بنغني الاغنيه دي على طول؟ اكسده يعني تاكل، يعني ذوبان، الكتله تقل، تركيز الايونات يزيد. فذابت يعني حصل لها عمليه اكسده، يبقى النحاس اتاكسد اتحول لنحاس موجب 2 خلى لون المحلول ازرق، لان احنا عارفين المسؤول عن اللون هو الايون، ايون النحاس موجب 2، يبقى ده نحاس على طول. يبقى الاجابه رقم ب. يمكن التمييز عمليا بين قطعه حديد وقطعه سكنديوم. اميز ما بين حديد وسكنديوم ازاي؟ رقم 1 ينفع ماء نقي؟ استنى سيب على جنب وهرجع لها. القدره على تكوين سبيكه، الاثنين بيكونوا سبائك، ده عنده سبيكه مع الالومنيوم، ده اكتر واحد، ده الشهير، ده البرنس، ده الهيرو بتاعنا اصلا، اكتر واحد بيكون سبائك. حديد مع كروم، حديد مع نيكل، حديد مثلا مع فاناديوم، حديد مع منجنيز، وحديد مع كربون، كتير، عنده سبائك كتير، فالاثنين بيكونوا سبائك، يبقى دي ما تنفعش. على السلامه. التفاعل مع حمض مجفف ايه؟ مخفف. التفاعل مع حمض مخفف. والله الحديد مع حمض مخفف ملح حديد 2 وهيدروجين، يعني في حاله الحديد هيطلع غاز الهيدروجين. طب قطعه السكنديوم هتتفاعل واسرع لانها انشط من الحديد، وخلي بالك السكنديوم كان اعلى نشاط، الحديد متوسط النشاط، النحاس اقل واحد في النشاط، ما كانش بيتفاعل اصلا غير مع حاجات معينه، فبرضه هيتفاعل وهيتصاعد غاز الهيدروجين، يعني دي ما ميزتش، يبقى مش هينفع جميع ما سبق. يبقى الاجابه رقم الف عينه من الماء النقي. تعال ما اقول لك ليه. بص يا باشا كده، لما احنا كنا بنتنين من اول السكنديوم، خش شويه تدحرج لجوه على الحديد، اتدحرج اكتر جبت النحاس. طيب دلوقتي انا بقارن ما بينهم من حيث النشاط، من حيث التفاعل مع حاجتين، مع الاحماض ومع الماء النقي. ومع الماء النقي مين انشط واحد فيهم؟ السكنديوم. ليه؟ لانه بيتفاعل مع الاثنين، بيتفاعل مع الاحماض والماء النقي. الحديد كان متوسط النشاط، نشاطه حلو كده بس متوسط، بيتفاعل مع الاحماض ما يتفاعلش مع الميه النقيه. النحاس ما بيعرفش ولا يتفاعل مع الاحماض ولا مع الماء النقي، يبقى ديت لا وديت لا. طب انا بميز ما بين الاثنين دول، اميز يعني واحد يتفاعل الثاني لا، يبقى الماء النقي، ما ينفعش الاحماض لان الاثنين بيتفاعلوا. لكن لما اقول الميه ده بيتفاعل ده ما بيتفاعلش، يبقى الميه النقيه اللي تنفع. تمام كده؟ تمام زي الفل عسل. طيب تحفظ اكس في الانابيب 1 2 3 بكتلتها مع مرور الزمن. بيقول لك تحتفظ، المفروض تحتفظ مش تحفظ. تحتفظ اكس في الانابيب 1 2 3 بكتلتها مع مرور الزمن. الاكس هي، عايز اعرف الاكس مين؟ ايه المشكله بقى؟ مش هنهزر بقى. طيب الاكس هي مين؟ هل هي قطعه سكنديوم ولا سبيكه نيكل مع الصلب ولا قطعه حديد ولا جميع ما سبق؟ تعالى يا باشا لما نشوف. ادي الاكس اهيت حاططها في الانبوبه رقم 2 و3 و1. في الانبوبه رقم 1 ركز معايا، انا هبدا بالانبوبه رقم 3 دهيت عشان طالع منها سهمين. في الانبوبه رقم 3 احتفظت بيها، يعني ايه احتفظت؟ يعني ما اتفعلتش. ما هو خلي بالك لو الاكس ده او الاكس ده كان نشط كان هيتفاعل مع الميه، زي مثلا السكنديوم، احنا لسه قايلين اهو السكنديوم بيتفاعل مع الميه. يبقى اولا الاكس دي ما تنفعش سكنديوم، يبقى دي مع السلامه. تنفع سبيكه نيكل مع صلب وتنفع حديد، تنفع حديد، الحديد ما بيتفاعلش مع الميه النقي. تمام؟ طب استنى، لما حطيت عليها NaOH احتفظت برضو بايه؟ بكونها ماده، يعني عنصر ما اتفاعلتش اهي ففضلت زي ما هي. حتى قال لك احتفظت بكتلتها يعني ما اتفاعلتش. اصلا احنا لسه قايلين لو اتفعلت يعني دابت. تمام كده؟ هي احتفظت بكتلتها فما اتفعلتش. ما اتفعلتش في الوسط القلوي يبقى هي اصلا فلز، ما ينفعش لا فلز. اصلا الفلزات تاثيرها قاعدي، فلزات تاثيرها قاعدي ولا فلزات تاثيرها حامضي، فانا لما احط فلز تاثيره قاعدي على قاعده مش هيتفاعل، فانا اكيد فلز.
طب الناحيه الثانيه بقى لما حطيت حمض برده ما حصلهاش حاجه، يعني ما بتتفاعلش مع الاحماض برده، فمش هينفع قطعه الحديد. الحديد بيتفاعل مع الاحماض عادي. طيب وجميع ما سبق غلط، يبقى الاجابه دي. ليه بقى ديت؟ عشان النيكل مع الصلب مقاومه للاحماض، مقاومه للاحماض. احنا قلنا النيكل لوحده بيتفاعل مع الاحماض فهيدوب فهيتاكل، الصلب لوحده او الحديد لوحده يتفاعل مع الاحماض فهيدوب فهيتاكل، لكن السبيكه الاثنين مع بعض ما يتفاعلوش. تمام كده؟ اكدنا على الحته دي. يبقى دي سبيكه للنيكل مع الصلب. طيب رقم 89 بالراحه بقى. الحديد الناتج من نقط يناسب الاغراض الصناعيه. يناسب الاغراض الصناعيه يعني ليه كده؟ استخدام اقتصادي. الاغراض الصناعيه هستخدمه في الصناعه. هل اللي ناتج من افران الاختزال اللي هو الفرن العالوميدريكس؟ لا، لان الحديد اللي ناتج منهم حديد نقي لين نسبيا ليس له اي استخدامات اقتصاديه. امال اللي ناتج منين؟ من افران الانتاج، عشان بيطلع في صوره سبائك. سبيكه الحديد مع الفاناديوم زنبركات السيارات، حديد مع المنجنز خط السكه الحديد، حديد مع كربون حديد صلب، وهكذا. يبقى اذا الحديد اللي ليه اغراض صناعيه اغراض اقتصاديه ده اللي ناتج من افران الانتاج وليس الاختزال عشان يبقى سبيكه. هل ناتج من الفرن العالي؟ لا لا لا، لان ده فرن اختزال. فرن ميدريكس؟ لا لا لا، فرن اختزال. المحول الاكسجيني لان ده من افران الانتاج. محول الاكسجيني الفرن الكهربي، الفرن المفتوح، عمليه التحميص، لا ده اللي طالع هنا اصلا هيماتايت، مش نافع خالص، ده خام اصلا. رقم 90. جهد اي النقط لاكثر الفلزات وجودا في القشره الارضيه يتسبب في كسر مستوى طاقه مكتمل. حلو. هو بيقول لك اكثر الفلزات انتشارا في القشره الارضيه. مين يا عسل؟ الالومنيوم. اما الحديد كان تاني اشهر الفلزات في القشره الارضيه، ولكن رابع اشهر العناصر في القشره الارضيه. تعال افكرك بيهم. اشهر حاجه كنا بنقولها اللي هو ثاني اكسيد السيليكون اللي هو الرمل، يبقى اشهر حاجه الاكسجين، بعد كده السيليكون، بعد كده الالومنيوم، بعد كده الحديد. ده لا فلز ودوت شبه، وده فلز وده فلز. فاشهر فلز الالومنيوم، تاني اشهر فلز الحديد، فيحتل الترتيب الثاني في الفلزات، ولكنه الرابع في القشره الارضيه بشكل عام. المهم اشهر الفلزات هو الالومنيوم. عدد الذري كام؟ 13. وزع 2 8 3، يقدر يفقد 3 صح؟ مين اللي هيتسبب بقى؟ مين جهد التاني اللي هيتسبب في كسر مستوى مليان؟ لما اجي افقد الرابع. انا بفقد الثلاثه سهل عادي، لكن لما اجي افقد الرابع هفقده من الثمانيه اللي هو مستوى الكتروني مستقر او مستوى الكتروني مكتمل. تمام؟ يبقى جهد التأين الرابع، يبقى رقم د. الكتله التقريبيه للحديد في نيزك 1 طن يساوي. احنا عارفين ادي النيزك يا عم محمد بكل بساطه، ادي النيزك هنيزكك والناحيه الثانيه في حديد. لو النيزك ده كتلته 100 كيلو جرام يبقى الحديد 90. احنا عارفين ان النيازك تحتوي على حديد نقي بنسبة 90% من كتلة النيزك. هو قال لي قد ايه بقى؟ 1 طن. 1 طن ده يعني ايه؟ 1 طن ده يعني 1000 كيلو جرام. يبقى انا شغال بالكيلو جرام، يبقى الناحية التانية اكس. يبقى الاكس بتساوي 1000 في 90 على 100 بتساوي 900 كيلو. 900 كيلو جرام. 900 ملي، لا ملي جرام ايه؟ 900 كيلو جرام اهي، 900 كيلو جرام. 900 جرام، لا هي مش جرام، انا شغال بالكيلو جرام. الطن فيه 1000 كيلو جرام، الكيلو جرام فيه 1000 جرام. تمام؟ يعني انا لو عايز اجيبها بالجرام هتبقى 900000 اللي هي 9 في 10 اس 5. ماشي؟ انا عايزها بالكيلو جرام يبقى 900. اكثر الفلزات انتشارا في القشره الارضيه قلنا لسه قايلينه الالومنيوم. فلز انتقالي لا، هو فلز ممثل، يبقى دول غلط. فلز انتقالي لا غلط، يبقى الاجابه الصح هي الاجابه رقم د. الفلز غير انتقالي او ممثل. يحتاج تحويل خام الهيماتايت لحديد الى. هو انا عشان احول الهيماتايت اللي هو Fe2 اس 3 عشان احوله لحديد Fe هعمل فيه ايه؟ هحوله من موجب 3 لصفر، يعني هعمل له عمليه اختزال. يعني عايز عامل مختزل. عامل مختزل زي اول اكسيد الكربون والهيدروجين، يبقى هو عامل مختزل. عامل مؤكسد لا، حراره منخفضه لا، افران الانتاج لا، افران الاختزال او عامل مختزل يبقى الاجابه رقم د. تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع فحم الكوك للحصول على غاز الاختزال يمثل تفاعل. تعال نشوف. ثاني اكسيد الكربون CO2 مع فحم الكوك اللي هو الكربون، كان ايه اللي بيحصل؟ والله كان الكربون ده هو بيتمسكن على دهوت، يقول له ايه؟ يقول له انت مرتبط باتنين وانا سنجل، فانت واحده وانا واحده، فانت واحده وانا واحده، اطلع كده اول اكسيد الكربون. تمام؟ 2 كربون خارج واحده، اضرب هنا في 2 اكسجين خارج 2 اكسجين. حلو. الكربون بقى مره داخل هنا وهنا، هنا بصفر لوحده،
طب هنا بكام؟ الاكسجين بسالب 2 في 2 بسالب 4، يبقى هنا بموجب 4. يبقى مره داخل بصفر وبموجب 4. طيب خرج هنا، سيبك من الوزن، وانا بحسب الاكسده والاختزال وانا بحسب اعداد التاكسد مالكش دعوه بالوزن، الوزن اللي هو الرقم اللي موجود قدام المركب او العنصر، ماليش دعوه بيه. طيب الاكسجين بسالب 2 يبقى الكربون بموجب 2. استنى بقى، لما تحول من صفر لموجب 2 زاد يبقى دي اكسده، لما تحول من موجب 4 لموجب 2 قل يبقى اختزال، يبقى هو تفاعل اكسده واختزال. يبقى الاجابه رقم الف. على فكره مفيش اكسده فقط، مفيش اختزال فقط، لازم الاثنين يحصلوا مع بعض، تفاعلين متلازمين لازم يحصلوا مع بعض، هما متعاكسين عكس بعض بس متلازمين. تحتوي جميع خامات الحديد قبل مرحله التجهيز، قبل ما اجهزه اصلا، على ايه؟ حديد واكسجين وشوائب، فيها كل حاجه، رطوبه، شوائب، اكسجين، شوائب واكسجين اهم حاجه، يبقى ب وج. مش شرط يكون فيها رطوبه، اللي كان فيه رطوبه الليمونايت عشان كان فيه ميه، مش كلهم فيهم رطوبه. هو بيقول لك بقى خامات الحديد بشكل عام، جميع خامات الحديد سواء ليمونايت او غيره هيبقى فيه شوائب وفيه اكسجين، تمام؟ لكن اللي بيبقى فيه رطوبه زياده الليمونايت. يبقى الاجابه رقم د. بيقول لك اذا تم استخدام، ركز بقى في دي، 6 مول من اول اكسيد الكربون اللي هو السي او مع 6 مول من الهيدروجين اللي هو الاتش 2 لاختزال وفره من الهيماتايت اللي هو اف اي 2 3 في فرن ميدريكس، ليتم الحصول على نقط مول ذره حديد. تعال نكتب المعادله اللي هفكرك بيها كده. ادي اول هيماتايت اف اي 2 او 3 هفعله مع اول اكسيد الكربون زائد الهيدروجين اتش 2 عشان يطلع حديد اف اي زائد ثاني اكسيد الكربون. ما هو بص، اول اكسيد الكربون هياخد الاكسجين هيبقى ثاني اكسيد الكربون، ودك هيبقى ميه. تعال نكتبها تحت بقى كلها كده، فهيطلع حديد اف اي زائد ثاني اكسيد الكربون زائد ميه اتش 2 او. الوزن بتاعي بكل بساطه كان هنا 2 3 3. طيب داخل الاثنين في 2 ب4، حديد خارج واحده هضرب في 4. طيب داخل، سيبك من الاكسجين هنوزنه في الاخر، 3 كربون خارج واحده هضرب في 3. الاثنين في 3 ب6، هيدروجين خارج 2 هضرب في 3. نوزن الاكسجين بقى، الاثنين في 3 بكام؟ 6. 6 و3 9. يلا احسب، الاثنين في 3 ب6، 6 و3 9، يبقى كده موزونه. اللي انا عايز اقوله، لما انا كان عندي دلوقتي هو بيقارن اول اكسيد الكربون، ادي اول اكسيد الكربون زائد الهيدروجين اتش 2، وعايز عدد مولات ذرات الحديد اللي ناتجه، انا عايز الحديد اللي ناتج من المعادله دي. كان عندي 3 مول من هنا مع 3 مول من هنا بيطلعوا 4، يبقى انا لو جبت 3 من ده مع 3 من ده هيطلع لي هنا 4. هو قال لي في السؤال ان هو استخدم 6، يبقى انا لو استخدمت 6 من هنا و6 من هنا، انا عملت ايه؟ عشان احول ال3 ل6 ضربتها في 2، يبقى دي هتتضرب في 2 بقت 6، يبقى دي هتتضرب في 2 هتبقى 8 بس، خلصت. تمام؟ يبقى 8 مول ذره حديد، يبقى الاجابه رقم ب. طيب رقم 97، بتحميص الهيماتايت هيحصل له ايه؟ الهيماتايت ما بيحصلوش اي حاجه، بتخلص من الرطوبه بس والشوائب اللي موجوده فيه وخلاص، لكن صيغته زي ما هي اف اي 2 3، عدد تاكسده زي ما هو مش هيتغير، يبقى لا يتاكسد. صح، هو مش هيتاكسد فعلا. لا يتغير لونه، هو فعلا لا يتغير لونه، مش هيحصل له حاجه، يفضل هيماتايت ولونه بني محمر او احمر داكن. تزداد نسبه الحديد عشان اتخلص من الشوائب، من الاغراض الاساسيه في التحميص اصلا ان انا بتخلص من الشوائب. يبقى انا عندي الثلاثه دول صح، يبقى الاجابه جميع ما سبق. ودي يا كوكي ولا يلا هتطلع، يلا روح لسحر، يلا خد يا ستي. طيب نرجع لكلامنا تاني. بيقول لك احدى هذه العبارات صحيحه، مركبات الحديد الثنائي عوامل مختزله. تعال نشوف الكلام ده كده بالراحه. مركبات الحديد الثنائي يعني الحديد موجب 2. السؤال، الحديد موجب 2 مش ممكن يتاكسد يتحول لحديد موجب 3؟ عمليه اكسده، يبقى ده عامل ايه؟ مختزل، ينفع. ونفس الكلام برضو ينفع يتحول لحديد، يعني يختزل ويتحول لحديد، فيبقى عامل مؤكسد، فينفع الاثنين. حاله تاكسد في النص، ينفع عامل مختزل وينفع عامل مؤكسد، ينفع الاثنين، فدي تنفع. تنفع. مركبات الحديد 3 عوامل مختزله. استنى، حديد 3 ينفع اكسده؟ لا، فهو هيختزل بس سواء لده او لده، يبقى بدل هيختزل بس يبقى عامل مؤكسد بس، خلاص يبقى دي مش نافعه، يبقى دي غلط. طيب يتحد الحديد مع اللفلزات وتتصاعد غازات؟ لا، الحديد مع اللفلزات هما معادلتين، لا اما مع اللفلز اللي اسمه كبريت فهيطلع ملح اسمه اف اي اس وده ملح صلب. طيب الحديد مع الكلور سي ال 2 هيطلع اف اي سي ال 3 وده برضه ملح، فدي املاح مفيش غازات طالعه، فمش هيطلع غازات. لا، الحديد اكثر كثافه من النحاس، الحديد عدده الذري 26، النحاس 29. الاعلى عدد ذري اعلى كثافه، يبقى مين الاعلى في الكثافه؟ النحاس. تمام، يبقى دي غلط. يبقى الاجابه الصح عندك هي الاجابه رقم كام؟ الف.
يدخل عنصر ناقد في عمل سبيكه بينيه واستبداليه وبين فلزيه كلهم. مين؟ الحديد برنس. بينيه مع الكربون، حديد زائد كربون، خلط. استبداليه ما اكثرهم، حديد مع منجنيز، حديد مع فاناديوم، حديد مع كروم، حديد مع نيكل كتير. طيب بين فلزيه السيمنتايت Fe3C، يبقى الحديد اللي بيخش معايا في كله يبقى الحديد. الصوديوم طبعا ما عنديش سبائك ليه. الكربون في بينيه وفي بين فلزيه، لكن ما فيش استبداليه فيها كربون. الهيدروجين طبعا لا، ده غاز. بتسخين السدرايد بمعزل عن الهواء من ضمن الاربع معادلات الحفظ. طيب السدرايد رمزه ايه؟ FeCO3. لما سخنه نو اير، مفيش هواء، تقطير اتلافي هيدي FeO اكسيد حديد 2 زائد ثاني اكسيد الكربون. اكسيد حديد 3 لا، يبقى ديت غلط. اكسيد حديد 2 ايوه، يبقى ديت اللي صح. هيديني حديد لا. طيب هيديني اكسيد حديد مغناطيسي لا. طيب يؤدي اختلاف نقط الفلزات الى جعلها اكثر صلابه عند وجودها في صوره سبائك بينيه. ده هو محددها لك كمان اهوت سبائك بينيه. هو شرط السبيكه البينيه ان هم يكونوا مختلفين في ايه؟ في انصاف الاقطار. يعني انت عندك اهوت عنصر اهو نص قطره كبير بالشكل ده، كبر نص قطره ده خلى فيه مسافات بينيه. فانا بقى اجيب عنصر تاني نص قطره صغير وابدا احطه هنا زي الحديد والكربون. فاذا اختلافنا في انصاف اقطارنا يؤدي الى زياده صلابتنا. هقدر ادخل واحد في المسافات البينيه بتاع التاني. تمام؟ يبقى السبيكه البينيه بتعتمد على حته الاختلاف في انصاف الاقطار. يبقى الاجابه رقم د. ماليش دعوه بالكثافه، ماليش دعوه بدرجه الانصار ولا درجه الغليان. طيب رقم 102، ايا من التاليه تنطبق على سبيكه تتكون من عنصر كل مركباته غير ملونه والعنصر الذي يسبقه في سلسله ال3 دي. بدل كل مركباته غير ملونه يعني كل مركباته ضايه. مين اللي كل مركباته ضايه؟ 2، السكنديوم والخرسين. هختار انهي واحد؟ هختار الخرسين. ليه بقى؟ عشان بيقول لك والعنصر الذي يسبقه في سلسله ال3 دي. يسبقه يعني قبله. هو في حد قبل السكنديوم؟ لا، انا اقصد مفيش حد في ال3 دي قبل السكنديوم. السكنديوم اول واحد في ال3 دي، لكن الخرسين في حد قبله اللي هو النحاس. يبقى اذا هاخد الخرسين مع النحاس. يبقى الناحيه دي بقى هاخد الخرسين. ايوه بقى السبيكه دي تستخدم ايه؟ النحاس الاصفر في صناعه طائرات الميج لا. تدخل في صناعه قضبان الثقه الحديديه لا، ده حديد ومنجنيز ذات قساوه عاليه ومقاومه عاليه. الكلام دوت القساوه العاليه، قساوه عاليه، يبقى دي بتاع الفاناديوم اللي هو الصلب والفاناديوم زمركات السيارات. يمكن تحضيرها بالترسيب الكهربي. بحضرها بالترسيب الكهربي اللي هي عمليه الترسيب الكهربي. طيب الماده الغازيه الناتجه من تسخين الليمونايت تتفاعل مع الحديد في الظروف المناسبه ويتكون. تعالى يا باشا، الليمونايت 2 اكسيد حديد 3 و3 جزيئات ميه. طيب هو عايز يسخنها، نسخنها مش هنخاف. هيديني 2 هيماتايت 2 Fe2O3 زائد 3 H2O فيبور. ما انا مسخن فالميه هتطلع بخار. يبقى دي الماده الغازيه اللي ناتجه من عمليه تسخين الليمونايت. ماشي. بيقول لك الماده الغازيه دي مالها؟ بيقول لك تتفاعل مع الحديد. يبقى انا عايز افعل الحديد مع بخار الميه H2O فيبور في الظروف المناسبه اللي هي درجه حراره 500. لو هتاكسدني ببخار الميه حط حراره 500 هاكسدها. الحديد لما يتاكسد هيتحول لايه؟ حديد مغناطيسي Fe3O4 اللي هو حبه 2 وحبه 3 زائد. بص كده، الحديد خد الاكسجين طلع حديد مغناطيسي. اتفضل هيدروجين يبقى زائد H2 يتصاعد. نوزن المعادله وخلاص. اكسيد حديد مغناطيسي ايوه هو ده الباشا بتاعنا. اكسيد حديد 3 اكسيد حديد 2 حديد لا، يبقى اكسيد حديد مغناطيسي. تحول الماده الغازيه لغاز مختزل يتم فيه. بيقول لك في ماده غازيه هنحولها لعامل مختزل. بص كده بالراحه، انا عندي فرنين، الفرن العالي وفرن الميدريكس صح؟ العامل المختزل في الفرن العالي كان اول اكسيد الكربون مصدره جاي من الكربون. يبقى بص بقى، كان الكربون بيطلع اول اكسيد الكربون اهو، ده العامل المختزل، ده هو العامل المختزل. بس الكلام ده كان بيحصل فين؟ في الفرن العالي. استنى بقى، ده كان ماده صلبه، يبقى هنا ماده صلبه اتحولت لغاز مختزل او عامل مختزل. لكن في الفرن ميدريكس كان مصدر العامل المختزل كان غاز الميثان. ده غاز اهو، غاز الميثان او الغاز الطبيعي كان بيتحول لخليط من اول اكسيد الكربون والهيدروجين اللي هو الغاز المائي. فده العامل المختزل. بص بقى، هو بيقول لي هنا ايه؟ هيتحول ماده غازيه لغاز مختزل. مين اللي كانت ماده غازيه وتحولت لغاز مختزل؟ يبقى غاز الميثان. يبقى انا بتكلم في فرن ميدريكس. لكن في الفرن العالي كانت ماده صلبه مش غازيه. تمام؟ يبقى هنا الفكره بتاع السؤال هي الحته بتاع الماده الغازيه دي. يبقى انا عايز هنا فرن ميدريكس، يبقى الاجابه رقم ب.
توجد اكبر نسبه للحديد في طبعا النيازك، وانت مغمض عينيك، النيازك 90% من كتلته عباره عن حديد، واكتر من 90% كمان. خامات الحديد لا، ده اكبر نسبه اصلا بتوصل في الماجنيتايت 70%، هنا 90. القشره الارضيه لا، القشره الارضيه بتمثل 5.1% من وزنها عباره عن حديد. راصب البحر لا. لا يستخدم نقط في تصنيع السبائك. مين اللي ما بستخدموش في تصنيع السبائك؟ السبائك دي كانت بتتحضر بطريقتين، عمليه الصهر وعمليه الترسيب الكهربي. الصهر ده كنا بنعمله ازاي؟ كلمه صهر، اعمل لك انصهار، اسخنك، احولك لماده سائله. فهل ما بستخدمش الحراره؟ لا، بستخدمها عادي في الصهر. الضغط العالي ما جبناش سيرته، يبقى دوت مش بستخدمه. طيب محاليل موصله للكهرباء يا برنس، ما هو الترسيب الكهربي كده، افكرك بالترسيب الكهربي اللي هو الترسيب الكهربي هو نفسه الطلاء الكهربي، اللي هي عباره عن خليه تحليليه، والخلايا التحليليه كانت مكوناتها ايه؟ بطاريه، اقطاب بنسميها موصل الكتروني، محلول الكتروليتي تحت بس. فمحاليل موصله للكهرباء اللي هي المحلول الالكتروليتي، وبطاريه بطاريه، وكمان موصل الكتروني اللي هي الاقطاب. دي مكونات اي خليه تحليليه، تمام؟ يبقى اذا كلهم الحراره لا تستخدم. احنا قلنا الحراره هتستخدم، انا كنت عامل على غلط ان هي مش الاجابه يعني. الحراره هتستخدم في الصهر، الاثنين دول هيستخدموا في الترسيب الكهربي، لكن الضغط العالي ده مش موجود معايا. رقم 6 او 7 بقى، يكون عنصري ال1 بي للدوره الرابعه والسادسه سبيكه. ال1 بي اللي هي عناصر العمله، اللي هم كانوا نحاس وفضه وذهب. ده كان في الدوره الرابعه طبعا، وده كان في الدوره الخامسه تحتها، وده في الدوره السادسه. وبيقول لك يكون عنصري 1 بي، المجموعه 1 بي للدوره الرابعه، يعني معايا النحاس، والدوره السادسه يبقى معايا الذهب. نحاس وذهب على طول، يبقى دي سبيكه ايه؟ سبيكه استبداليه. الاثنين في الدي، بدل الاثنين في الدي يبقى سبيكه استبداليه، سبيكه نوعها استبداليه. طب ما ينفعش يا مستر بنفلزيه؟ لا يا قلب المستر، ليه بقى؟ لان السبيكه البنفلزيه الشرط بتاعها، الشرط الاساسي ان هي تتكون ما بين عناصر لا تقع في نفس المجموعه، ودول موجودين في نفس المجموعه. من ضمن شرط السبيكه البنفلزيه ان العنصرين مش موجودين في نفس المجموعه، هنا موجودين في نفس المجموعه، يبقى ما ينفعش. طب بينيه؟ لا، البينيه ديت انتقالي، حد في الدي مع حد من البي ممثل، زي حديد مع كربون، تمام؟ زي نحاس مع قصدير، وهكذا. طيب رقم 8، يمكن التمييز عمليا بسهوله بين قطعه حديد وقطعه سكانيوم عن طريق لا، السؤال ده لسه قايلينه، عينه من ماء نقي. قلنا الحديد مش هيتفاعل مع الماء النقي، لكن قطعه السكانيوم هتتفاعل. معلش السؤال دوت يعني ايه؟ لسه يعني متكرر. العناصر الانتقاليه التي تدخل في عمل سبيكه الديور الومنيوم تقع في المجموعات الرئيسيه. هو بيسال عن العناصر الانتقاليه. الديور الالومنيوم دي عباره عن الومنيوم مع نيكل او الومنيوم مع نحاس. خلي بالك انا ما بقولش الومنيوم ونيكل ونحاس، لا، بقول الومنيوم مع نيكل او الومنيوم مع نحاس، الثلاثه مش مع بعض. طيب بص بقى، انا عايز العناصر الانتقاليه يبقى ده وده، ده في المجموعه الثامنه طبعا، وده في المجموعه 1 بي، يبقى المجموعه الثامنه 1 بي، يبقى الاجابه رقم ب اهي. طيب تتكون سبيكه النحاس الاصفر اللي هي عباره عن نحاس زائد خرسين. عنصر انتقالي، عنصر غير انتقالي. اول عنصر واخر عنصر في ال 3 دي غلط، هو اخر عنصر في ال 3 دي بس مش اول عنصر. اخر عنصرين انتقاليين في ال 3 دي لا، ده مش انتقالي. اول عنصرين من عناصر ال 3 دي لا، اخر عنصرين في ال 3 دي هم دول موجودين في اخر ال 3 دي، يبقى اخر عنصرين في ال 3 دي واحد انتقالي والتاني غير انتقالي. خلي بالك ان الخرسين موجود في ال 3 دي عادي، في السلسله عادي، بس هو مش انتقالي. طيب بتسخين الحديد مع الكربون حتى 70 يتكون. ادي الحديد مع الكربون، ركز بقى الله يبارك لك. هو بيقول لك ايه؟ بتسخينهم عند درجه حراره 70، يعني هيتفاعلوا، بدل هيتفاعلوا هيديني السبيكه دي اف اي 3 سي. ليه يا مستر طلعت دي؟ عشان يا قلب المستر دي سبيكه بنفلزيه تنشا نتيجه التفاعل الكيميائي، وانا دلوقتي بقول لك سخنت حديد مع كربون عند درجه حراره عاليه اهوت فتفاعلوا، وبدل تفاعله يبقى سبيكه بنفلزيه على طول اللي هي السيمنتايت. ولو لاحظت هو مسهل عليك، مديك كام حديد؟ 3 عشان تطلع اف اي 3 سي، تمام؟ يبقى سبيكه بنفلزيه وليست بينيه. البينيه خلط، ما بسخنش ولا بنيل، انا بدخل الكربون في المسافات البينيه وخلاص، فانا مش محتاج اسخن عند 70 دي، تمام؟ فهنا في تفاعل كيميائي، يبقى دي بنفلزيه على طول. طيب رقم 12، احدى المركبات التاليه تسخينها في الهواء او بمعزل عن الهواء تعطي نفس الناتج من غير ما اكمل، دي كبريتات حديد 2. ديت الماده الوحيده اللي انا كنت بقول سواء هسخنها في الهواء او بمعزل عن الهواء تدي اكسيد حديد 3. ليه؟ لان بيحصل فيها اكسده واختزال ذاتي لوحدها، مش محتاجه الهواء.
يعني انت سواء يعني سخنتها في الهواء او منعت عنها الهواء، فهي هتعمل برضو اكسده وهتتحول من كبريتات حديد 2 لاكسيد حديد 3 عشان فيها العامل المؤكسد من ذات المركب اللي هو الاس او 3. يبقى دي الوحيده اللي كان عندها اكسده واختزال ذاتي، وبالتالي هتطلع نفس الناتج اللي هو اكسيد حديد ثلاثي اف اي 2 اس 3 سواء في الهواء او بمعزل عن الهواء. يبقى كبريتات الحديد 2. طبعا الاوكزالات لا، الاوكزالات لو بمعزل عن الهواء هتدي اكسيد حديد 2، لو في الهواء اكسيد حديد 3. الصدرات نفس الكلام، الصدرات اللي هو كربونات حديد 2 اف اي سي او 3، في الهواء اكسيد حديد 3 بمعزل اكسيد حديد 2. تمام، مش نفس الناتج. يتفاعل السكنديوم مع البروم ويعطي، ادي يا عم السكنديوم اهوت وادي البروم اهوت. السكنديوم تكافؤه ثلاثي، ليه ثلاثي؟ ما بيديش غير موجب 3، والبروم الهالوجينات احادي، يبقى اس سي بي ار 3. اس سي بي ار 3 يبقى الاجابه رقم ج. بوضع سبيكه نقط في حمض الهيدروكلوريك المخفف تذوب تماما. كلمه تذوب يعني تتفاعل، وقلنا تتفاعل يعني تتاكسد عشان حته تذوب دي. طيب مين السبيكه اللي لو حطيتها في الاحماض هتدوب كلها؟ هل سبيكه الحديد والكروم؟ تعال نشوف. الحديد هيتفاعل ولا مش هيتفاعل؟ هيتفاعل، بيتفاعل مع الاحماض، والكروم انشط منه اصلا لان جاي قبله. تمام، خلي بالك احنا بنقول من اول السكنديوم لحد النحاس، من اول العدد الذري 21 لحد 29، وانا ماشي كده يقل النشاط بزياده العدد الذري. الكروم عدد الذري 24، الحديد 26، فالكروم انشط اصلا من النحاس. تمام تمام زي الفل. يبقى انا عندي الاولانيه هتدوب كلها فعلا. الذهب والنحاس لا يا برنس، ولا ده هيتفاعل ولا ده هيتفاعل، ما يتفاعلوش مع الاحماض. الحديد الصلب حديد وكربون، الكربون مش هيتفاعل، اقل نشاط من الهيدروجين. الكربون مش هيتفاعل، كان بيترسب كده في قاع الانبوبه، خدناها دي، كان بيترسب في قاع الانبوبه في صوره رسب اسود، يبقى مش نافع. يبقى هنا الصلب اللي هو الكربون يترسب، لكن دهيت لا تتفاعل كلها على بعضها، مش هتتفاعل، يبقى دهيت لا تتفاعل، السبيكه كلها مش هتتفاعل. البرونز نحاس مع قصدير، نحاس مش هيتفاعل، والقصدير برده مش هيتفاعل، يبقى اللي هتدوب كلها يعني هتتفاعل كلها هي الاولانيه دي. يتفاعل الحديد مع الهالوجينات، الهالوجينات اللي هم الفلور والكلور والبروم واليود. اهم حاجه اشهر واحد فيها عندي الكلور، كان بيطلع اف اي سي ال 2 ولا سي ال 3؟ سي ال 3، لان قلنا الهالوجينات بشكل عام عوامل مؤكسده قويه فهتخلي حديد موجب 3 على طول. طب دلوقتي الهالوجين رمز له بالرمز اكس، يبقى هيدي اف اي اكس 3 بس. اف اي اكس 3 يبقى الاجابه رقم ج. رقم 16. نواتج تفاعل حمض الكبريتيك المركز الساخن مع الحديد يدل على تكوين نقط كمرحله وسطيه في التفاعل. ركز بقى في ديت، الله يبارك لك، الله يبارك لك، وتخش كلها اللي انت عايزها. حمض الحديد مع حمض الكبريتيك المركز مش كان بيطلع ملح حديد 2 وملح حديد 3؟ ايوه، وميه واس او 2 صح؟ مين الاكسيد اللي كان بيعمل الحته دي؟ يعني مين اكسيد الحديد اللي كان بيتفاعل مع الاحماض ويطلع الحديد 2 وحديد 3؟ هل اكسيد حديد 2؟ لا، اكسيد حديد 2 مع الاحماض ملح حديد 2 بس. اكسيد حديد 3 مع الاحماض ملح حديد 3 بس. اكسيد حديد مغناطيسي اللي هو مختلط ما بين 2 و3 هيطلع ملح 2 وملح 3. فمعنى كده ايه اللي حصل؟ بص كده حمض الكبريتيك المركز عامل مؤكسد قوي، هيأكسد الحديد في البدايه. اهو حمض الكبريتيك هيأكسد الحديد في البدايه، واحنا عارفين ان الحديد لما يتأكسد هيتحول لحديد مغناطيسي Fe3O4 اللي هو حبه 2 حبه 3، وبالتالي طلع ملح حديد 2 وملح حديد 3. تمام كده؟ تمام. يبقى هنا اللي كان بيتكون كمرحله وسطيه في التفاعل وراح كون لي املاح 2 و3 واكسيد حديد مغناطيسي اهوت. تمام. طيب يتكون نقط من تفاعل التالي بالتسخين، يلا. اف اي سي ال 2 زائد سي ال 2 نقط. تعالى كده بالراحه الله يبارك لك وركز معايا. انا لسه يا قلب المستر قايل الكلور دهوت. الكلور دهوت ماله؟ عامل مؤكسد قوي صح كده؟ هو الحديد هنا موجب كام؟ موجب 2 عشان ماسك في 2 سي ال، فهيأكسده هيحوله ل 3 فهيطلع اف اي سي ال 3. يلا نوزن. داخل كام حديد؟ 2، خارج واحده اضرب في 2. استنى كده، داخل 2 حديد والاثنين في 3 ب 6 كلور. طب ما الكلور اهو الاثنين في 2 ب 4 و2 6، فهو حاطط لك اصلا الوزن ده على الاساس ده، فهيتحول لحديد موجب 3. طيب الحديد موجب 3 دوت هل هو هيبقى حديد؟ لا. يبقى يتكون حديد؟ لا. يتكون سبيكه بينيه؟ طبعا لا. يتكون ايون حديد الثلاثه دي بتاعته فيها 5 اللي هو الحديد موجب 3. ما هو الحديد لما يجي يفقد 3 يفقد 2 من الاس وواحد من الدي، فالدي هيفضل فيها 5، يبقى دي هتبقى صح. لكن هيتكون ايون حديد الحديد 3 دي 6، لا ده حديد موجب 2. احنا قلنا هيتاكسد عشان الكلور عامل مؤكسد قوي. تمام.
احدى التفاعلات التاليه تمثل اكسده جزئيه للحديد. من غير ما تفكر، اكسده جزئيه يبقى حديد مغناطيسي على طول. اصلا بص، الحديد المغناطيسي عباره عن ايه؟ عباره عن حبه 2 وحبه 3، صح؟ فلما يتاكسد هيتحول لثلاثه. تخيل معايا اهوت، انا كنت حبه 2 وحبه 3، فانا اتحولت لثلاثه، فانا كنت شويه 3 فضلوا 3 زي ما هم، بس جزء من اللي هو 2 هو اللي اتاكسد تاني. انا كنت حبه 2، يعني تخيل معايا دراعي ده 2 ودراعي ده 3، حبه 2 وحبه 3، كلنا اتحولنا ل3. هل دراعي ده اتغير؟ لا، ما هو كان 3 وفضل 3، لكن جزء من اللي اتغير اهو. يبقى اكسده جزئيه بتحصل في حديد مغناطيسي. اكسده ذاتيه كبريتات حديد 2 اللي هي اف اس او 4. تمام؟ يبقى انا عايز اكسده ذاتيه اكسيد حديد مغناطيسي، يبقى ديت غلط وديت غلط. عايز اكسيد حديد مغناطيسي ده. طيب هو هنا اكسيد حديد مغناطيسي فعلا مع الاكسجين، يبقى دي فعلا عمليه اكسده ذاتيه. حتى بص كده، انا كنت حبه 2 وحبه 3 اتحولت لحديد موجب 3 بس هم، فشويه 3 زي ما هم، لكن الجزء موجب 2 هو اللي اتحول لموجب 3، فاسمها اكسده جزئيه. يبقى رقم ب صح. اما الرقم ا غلط ليه؟ لان رقم ا دي اختزال. انا مفعل مع اول اكسيد الكربون اللي هو اصلا العامل المختزل. بص اللي حصل، حبه 2 وحبه 3 اتحولوا في موجب 2، ده بقى اختزال جزئي، لان الحبه موجب 2 فضلوا زي ما هم، لكن الحبه موجب 3 هم اللي قالوا الاثنين، فده اختزال جزئي. يبقى الاولانيه اختزال جزئي، الثانيه اكسده جزئيه. يبقى تاني، الاكسده الجزئيه والاختزال الجزئي بيحصل في اكسيد حديد المغناطيسي اللي هو المختلط. حلو. 19 يمكن الحصول على 3 اكاسيد مختلفه، هم معادلتين، معادله كوكو وسوسو اللي هي الكبريتات والاوكزالات، بتفاعل واحد عن طريق. بص كده، انت عندك الكبريتات اللي هي اف اي اس او 4 هسخنها، والاوكزالات اللي هي سي او او باي 2 اف اي سخنها. طيب هنا هنحط في الوزن 2 فيدي اكسيد حديد 3 اف اي 2 اس 3 زائد اس او 2 زائد اس او 3، ودي هتطلع اف اي او زائد سي او زائد سي او 2 لو كان بمعزل عن الهواء نو اير طبعا. تمام؟ ركز بقى معايا. الاولانيه هتدي اكسيد حديد 3، ادي اول اكسيد، ثاني اكسيد الكبريت ادي ثاني اكسيد، وثالث اكسيد الكبريت، يبقى ادتني 3 اكسيد. انا عايز 3 اكسيد اهي. طب اللي تحت اكسيد حديد 2، اول اكسيد، اول اكسيد الكربون ادي تاني واحد، وثاني اكسيد الكربون ادي تالت واحد. يبقى هما المعادلتين دول بس اللي عندك في المنهج في الباب الاولاني اللي بيطلعوا 3 اكاسيد. تمام؟ طيب عن طريق ايه بقى؟ اختزال الهيماتايت؟ لا طبعا. تحميص الصدرايت؟ لا طبعا. تسخين كبريتات حديد 2؟ ايوه هي بس كبريتات حديد او الاوكزالات. طيب رقم 120، اي الاشكال التاليه تعبر عن العلاقه ما بين عدد تاكسد الحديد والزمن باختزال المغناطيات عند 400 ل 700. تعالى يا باشا، المغناطيات رمزه ايه؟ اف اي 3 او 4 اللي هو المختلط، حبه 2 وحبه 3. هو انا لما اختزله عند 400 ل 700 على طول، من 400 ل 700 مين اللي هيطلع؟ اكسيد حديد 2 اف اي او موجب 2. الشحنه قلت صح؟ اختزال تام ولا جزئي؟ جزئي، لان موجب 2 فضلوا زي ما هم، لكن الحبه موجب 3 هم اللي اختزلوا. تمام؟ يبقى ده اختزال جزئي. طب اختار انهي رسمه؟ تعال ما نشوف. بسم الله. وعايز عدد تأكسد الحديد، احنا قلنا هيقل لحد ما يوصل للاثنين. ماشي. دي مش ثابت، ديت غلط. مش بيزيد، غلط. هنا بيزيد وبعد كده بيقل، غلط. يبقى الإجابة رقم د. ما وصلهاش للصفر، هي كانت بحبة 2 هي وحبة 3 وصلت لموجب 2. تمام؟ هي مش دقيقة قوي بس هي دي الصح يعني. 21 لإثبات وجود الكربون في الحديد الصلب اللي هو حديد وكربون الناتج من المحول الاكسجيني يضاف لعينه منه حمض الاتش سي ال. طبعا هو حمض الاتش سي ال، احنا قلنا اي حاجه في السباق حط حمض الاتش سي ال على طول. طيب مع سبيكه الحديد الصلب اللي هي عباره عن حديد مع كربون اهيت، ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيتفاعل؟ الحديد. فالحديد هيتفاعل وهيتكون اف اي سي ال 2، ده اهو اتفاعل، لكن الكربون مش هيتفاعل فيتفضل قراصب اسود، قراصب اسود في قاع الانبوبه. يبقى انا هحط اتش سي ال. طب هيتكون راسب احمر ولا راسب اسود؟ لا هو راسب اسود، مفيش غيرها تنفع. يبقى الاجابه رقم ب. رقم 22 باضافه محلول برمنجانات البوتاسيوم اللي هي كمالوفور البنفسجيه المحمضه على عينه مجهوله زال اللون البنفسجي. زال اللون يعني اتفعلت، ادي كمالوفور اهي. بص كده كمالوفور اهيت لونها بنفسجي، ركز معايا في بقيه الكلام. هي لونها بنفسجي وهي اصلا شغاله كعامل مؤكسد، فمعنى ان اللون بتاعها زال يعني اتفعلت. هي لما تتفاعل هيحصل لها اكسده ولا اختزال؟ هي عامل مؤكسد فيحصل لها اختزال، يبقى انا عملت لها عمليه اختزال. طب استنى، هي حصل لها اختزال، يبقى اللي اتفاعل معاها حصل له ايه؟ اكسده. ما احنا قلنا الاكسده والاختزال عمليتين متلازمتين،
هي هيحصل لها اختزال عشان هي عامل مؤكسد، يبقى اللي هيتفاعل معاها ايه؟ هيحصل له اكسده. طيب مما يدل على ان العينه المجهوله هي العينه المجهوله اللي هي هتتفاعل معايا. العينه المجهوله قلنا يحصل لها عمليه ايه؟ اكسده. طيب هل هي كبريتات حديد 2 حديثه التحضير؟ حديد 2 هيتاكسد، هو اللي قابل للاكسده. طب ينفع كبريتات حديد 3؟ لا ما بيتاكسدش. حديد 3 لا ما بيتاكسدش. هيماتايت وكبريتات حديد 3 لا برضه، لان الاثنين حديد 3 مش هيتاكسدوا. يبقى اذا الثلاثه دول مش هينفعوا عشان دول لا يقبلوا الاكسده، يعني لا يتفاعلوا اصلا، وبالتالي اللون هيفضل فيهم ثابت. لكن اللي هيخلي اللون يزول، اللي هيعمل اختزال للبرمنجانات، هو يحصل له اكسده، اللي هو كبريتات حديد 2. يبقى الاجابه الصح هي الاجابه رقم ا. وطبعا بيقول لك حديثه التحضير لسه محضره، عشان لو سبتها في الهواء شويه تحول ل3. تمام؟ الكلام ده انت عارفه من الباب الثاني يعني في تجربه الحلقه البنيه. 23 بتسخين خليط خرسين مجروش وحمض HCl مخفف مع محلول يتكون. تعالى يا باشا كده ما نشوف كده، نحط الحته الاولانيه. انا متعود على الحته دي، لو السؤال فيه كذا معادله حل جزء جزء. ماشي؟ يلا. عايز الخرسين مع HCl، ادي الخرسين ZN مع HCl، ادي HCl هيطلع ZnCl2 زائد H2. ماشي. بعد ما خلصت بيقول لك احطها على محلول Fe2SO4 يتكون. Fe2SO4 يعني الحديد هنا موجب 3. ايوه ايه اللي هيحصل؟ هقول لك. في الباشا ده، ايوه ماله الباشا ده يا مستر؟ ده عامل اهوت، عامل مختزل قوي. قوي يعني ايه؟ يعني هيختزل حديد 3 يحوله لحديد 2، فهتتحول لكبريتات حديد 2. يبقى يتكون كبريتات حديد 2 في الاخر. اكسيد لا طبعا، هي كبريتات، فبدل ما هي موجب 3 هتبقى موجب 2 وخلاص. فلز الحديد لا، هيماتايت لا، هي تختزلها من 3 ل 2. زي ما كنا بنقول الحديد لما جت فعل مع الاتش سي ال، ايه اللي حصل؟ كان بيتكون كلوريد حديد ثلاثي الاول، بس نتيجه الهيدروجين اللي طالع اللي هو عامل مختزل قوي هيختزل حديد 3 ل 2. تمام؟ نفس الفكره يعني. طيب احدى النتائج التاليه تحدث بامرار غاز الهيدروجين اللي هو عامل مختزل قوي برضو حديث التولد على محلول FeSO4/3. نفس الكلام، هيحصل لها ايه؟ اختزال. يترسب الحديد لا. يزداد عدد الالكترونات المفرده لا، لان ده هي هتتحول ل FeSO4 اللي هو حديد موجب 2. هو كان موجب 3، يعني الدي بتاعته فيها 5. لما اجي اوزع هنا الاقي الدي فيها 6. كان عنده 5 مفرد بقى عنده 4 مفرد، فعدد الالكترونات المفرده قل، يبقى دي غلط. يتغير لون المحلول. كبريتات حديد 3 لونها اصفر. احنا قلنا اي ملح حديد 3 لونه اصفر، لكن 2 لونها اخضر او ابيض مخضر، يبقى يتغير اللون صح. يتحول ملح الحديد الضايع، مفيش اصلا ملح حديد ضايع، كلهم باره، ده باره وده باره، مفيش حد ضايع. يبقى الاجابه الصح هي الاجابه رقم ايه؟ ج. يمكن الحصول على اكبر كميه من بخار الميه بتسخين مول من نقط لدرجه حراره عاليه. هو عايز يسخن مول من المركبات دي كلها، بس بشرط يطلع لي اكبر كميه من الميه. الليمونايت رمزه ايه؟ 2 هيماتايت و3 ميه. على فكره ده 1 مول، عشان ما حدش يفكر ان مكتوب قدامها 2 يبقى 2 مول، لا يا عسل، هو 1 مول. الواحد مول من المركب عباره عن 2 مول من الهيماتات و3 مول من الميه. تمام؟ حلو. الباشا ده لما يسخن 1 مول منه هيطلع كام ميه؟ قدامك 3، فيطلع 3 ميه. طيب امال الهيدروكسيد الحديد الثنائي اللي هو Fe وH/2 يلا اما نسخنه. والله هيدروكسيد حديد 2 هيطلع اكسيد حديد 2 زائد ميه H2O. معادله موزونه، طلع لي 1 ميه بس، يبقى هنا هيطلع 1 مول ميه بس. طيب السيدرايت اصلا مش هيطلع ميه، يبقى ده مع السلامه، لان السيدرايت اللي هو FeCO3، فلما تسخنه هتديني FeO زائد CO2، مفيش ميه اصلا، يبقى ده صفر، مفيش ميه. هيدروكسيد الحديد الثلاثي، اهو Fe وH/3. والله لما اسخنه هيديني اكسيد حديد 3 عشان هو هيدروكسيد حديد 3، اكسيد حديد 3 زائد ميه. يلا ما نوزن كده بالراحه. داخل 1 حديد خارج 2 هضرب في 2، داخل 2 اكسجين في 3 ب6، خارج هنا 3 بضرب هنا في 3 عشان 3 و3 في 1 ب3 يبقى كده 6. داخل 2 هيدروجين في 3 ب6، خارج ال2 في 3 ب6. حلو. ال2 مول عشان دول بقى 2 مول انا ضارب اهو في الوزن، ال2 مول بيطلعوا 3 مول ميه، يبقى الواحد هيطلع كام؟ هيطلع 1.5، يبقى هنا 1.5 ميه، 1.5 ميه. مين اكتر واحد طلع لي ميه؟ الليمونايت، الواحد مول طلع لي 3 مول ميه، يبقى الاجابه الصح رقم ا. 26 عنصر نقط شديد النشاط الكيميائي وهو شبه عنصر السكنديوم في نشاطه الكيميائي. طيب شبه السكنديوم يبقى حد من المجموعه بتاعته اللي هو السكنديوم.
عدد الذرة 21، تحته اليوتريوم واي 39، تحته اللانسينيوم 57. يبقى اي حد من دول اللي شبه السكندريوم يبقى اليوتريوم اللي هو واي. لكن الفضة والنحاس والذهب دول تحت بعض، دول شبه بعض، نشاطهم محدود. تمام. احدى الترتيبات التالية صحيحة عند التخلص من الشوائب اثناء عملية التحميص. التسخين في وجود الاكسجين اللي هو التسخين في الهواء. العملية المسببة للتخلص من الشوائب اكسدة واختزال. احنا كنا بنقول اكسده بعض الشوائب، كنا بنقول كده ان التحميص بيعمل اكسده لبعض الشوائب، يعني الشوائب حصل لها اكسده، صح؟ الاكسجين حصل له اختزال، صح؟ ما انا قلت لك عمليه الاكسده والاختزال عمليتين متلازمتين، فالله يبارك لك، مش عشان هو كاتب لك في الكتاب اكسده بعض الشوائب تروح تختارها لي كده بالراحه، بس احنا بنقول اكسده واختزال. هو بيقول لك العمليه المسببه للتخلص من الشوائب، يبقى ساعتها اكسده واختزال، ما ينفعش اكسده واختزال او اختزال فقط، يبقى خلينا اكسده واختزال. الصوره التي تخرج بها الشوائب، طبعا عمليه التحميص بتطلع لي الشوائب في صوره غازيه، يعني الكبريت الصلب كان بيطلع SO2 غاز، الفوسفور كان بيطلع 5 اكسيد الفوسفور غاز، تمام؟ فبتطلع الشوائب في صوره غازيه. طيب يبقى الاجابه الصح هي الاجابه رقم الف من البدايه، اصلا ما بتطلعش صوره صلبه ولا غازيه، غازيه وصلبه غلط، يبقى الاجابه الصح هي الاجابه رقم الف. جميع الخيارات التاليه ليست من صفات حمض الكبريتيك المركز الساخن ما عدا. لا استنى بس، هو بيقول لك جميع مالي ليست بتنفي من صفات حمض الكبريتيك ما عدا. نفي النفي اثبات، يعني انا عايز من صفات حمض الكبريتيك ايه؟ ما بقول لك كلهم مش من صفاته ما عدا مين؟ يبقى ما عدا اللي من صفاته. نفي النفي اثبات. هل هو عامل مؤكسد قوي يؤكسد الحديد لاملاحه؟ اه فعلا هو بيأكسد الحديد لاملاحه، حديد 2 وحديد 3، يبقى ده من صفاته، خلاص الاجابه رقم الف. طب عامل مختزل؟ لا. محلوله ثنائي لا يوصل التيار الكهربي؟ لا هو بيوصل، ده الكتروليت قوي جدا كمان. يتفاعل مع حمض هو في حمض يتفاعل مع حمض؟ لا طبعا، يبقى كلهم غلط ما عدا الاجابه رقم الف هي اللي صح. وانا عايز من صفاته، نفي النفي اثبات. 29 في التفاعل التالي العامل المؤكسد هو. طيب بص بقى، لو انت عشان الكلام ده عشان الباب الرابع كمان، لو انت بتسال مين اللي حصل له اكسده او مين اللي حصل له اختزال او مين العامل المؤكسد او مين العامل المختزل، لو بتسال عن اي حد من الاربعه دول لازم حد في المتفاعلات، ماليش دعوه بالنواتج. يعني انا هاجي عند النواتج ده وهشخبط عليها ليه؟ لان دي نواتج ناتجه من عمليه الاكسده او من عمليه الاختزال، دي ناتج، تمام؟ ما حصلهاش حاجه، يبقى انا هستبعد اي حد في النواتج. طيب يبقى الهيدروجين ماشي، دول غلط خلاص. بص بقى، الحديد داخل بصفر، خارج في الFeSO4، خارج بموجب 2، من صفر لموجب 2 زاد، يبقى حصل له عمليه اكسده، يبقى هو عامل مختزل. انا عايز العامل المؤكسد. الهيدروجين داخل بموجب 1، خارج لوحده بصفر، من موجب 1 لصفر قل، وبدل قل يبقى حصل له اختزال، يبقى هو عامل مؤكسد. يبقى العامل المؤكسد مين بقى؟ ايون الهيدروجين، مش الهيدروجين، ايون الهيدروجين. خلاص يبقى الباشا ده. بامرار بخار الماء على الحديد الساخن لدرجه الاحمرار يتكون، لسه قايلينها. والله ادي الحديد اهو مع بخار الميه H2O هيعمل لي عمليه اكسده، فهيديني اكسيد حديد مغناطيسي Fe3O4 زائد هيدروجين. بيقول لك يتكون بقى ايه؟ غاز بني محمر، لا الغاز اللي طالع عديم النون. غازين وخليط اكسيدين مختلفين للحديد، هو مش هيطلع غازين، هو هيطلع غاز واحد. غازين واكسيد الحديد، لا غاز وخليط اكسيدين مختلفين للحديد، هي ديت غاز واحد، بص كده اللي هو غاز الهيدروجين. وقال لي خليط لاكسيدين، لان ده اصلا عباره عن اكسيد حديد 2 FeO واكسيد حديد 3 Fe2O3، حبه 2 وحبه 3، حتى لما تجمع واحده حديد واثنين حديد يبقى 3 حديد، واحده اكسجين وثلاثه اكسجين يبقى 4، تمام؟ فهو خليط فعلا، يبقى الاجابه الصح رقم د. طيب رقم 31 بيقول لك يفضل الحديد في اعلى حاله تاكسد ان يكون فاقدا لمزيدا من الالكترونات. احنا قلنا اي عنصر في اعلى حاله تاكسد دي هيعمل ايه ساعتها؟ هيكتسب، فيحصل له اختزال بس، فيبقى عامل مؤكسد بس. يبقى فاقد لا، هو هيكتسب الكترونات. عامل مؤكسد او مختزل لا، عامل مؤكسد فقط. مش الحديد بس، اي عنصر في اعلى حاله تاكسد ليه، اي عنصر فلزي في اعلى حاله تاكسد ليه يفضل ان هو يكتسب الكترونات عشان شحنته تقل، خلاص هو فقد كل اللي حيلته، فيكتسب عشان يقل، فلما يكتسب يبقى اختزال، يبقى هو عامل مؤكسد بس، تمام؟ اخر سؤال في الاختيارات بيقول لك سبيكه حديد ونحاس كتلتها 40 جرام، ماشي، وضعت في حمض الHNO3 مركز. استنى، انا عندي السبيكه اهيت عباره عن حديد ونحاس، ادي الحديد وادي النحاس، كتلتها على بعضها كده 40 جرام، وضعت عليها حمض النيتريك المركز HNO3 مركز. مين اللي هيتفاعل؟ النحاس، لكن الحديد بيعمل خمول، فالنحاس هيتفاعل وهيدوب، الحديد بيعمل خمول مش هيتفاعل. حلو،
وبعد زمن كافي وجد ان كتلته المتبقيه من السبيكه بدون ذوبان 30 جرام. يبقى دي كتله الحديد بس، يبقى الحديد ده كان 30 جرام هو اللي اتبقى ما اتفعلش. طيب ماشي. نسبه مكونات السبيكه، عايز كام نحاس وكام حديد؟ بما ان دي 30 يبقى دي كام؟ يبقى النحاس 10. يلا اما نجيب نسبه الحديد. نسبه الحديد بتساوي كتلته على كتله السبيكه، كتلته 30 اللي هو الجزء على الكل، يبقى 30 على 40، 30 على 40 في 100 هيطلع معاك 75%، يبقى التاني ب 25. الحديد 75 وده 25، يبقى الإجابة رقم ب. ماشي. تعالى بقى لما نشوف الأسئلة المقالية مع بعض كده. بسم الله. 33 بيقول لك المنجنيز عنصر انتقالي تركيب الإلكتروني. تمام. رتب المركبات والأيونات التالية تصاعديا حسب التدرج في الزيادة في العزم. الزيادة في العزم يعني الزيادة في عدد الإلكترونات المفرطة. تعالى يا باشا. المنجنيز هنا ماسك مع 2 اكسجين، يلا الاكسجين بكام؟ الاكسجين بسالب 2 في 2 بسالب 4، يبقى هو بموجب 4. هوزع المنجنيز، هفقد 4 هفقد 2 من الاس، وهنا 2 يبقى دي فيها كام؟ 3. هنا المنجنيز هفك هلاقيه بموجب 7، موجب 7 هيفقد كله يبقى دي بصفر. المنجنيز هنا بموجب 3 هفقد 2 من الاس، 1 من دي يبقى دي فيها 4. المنجنيز هنا الاكسجين بسالب 2 يبقى هو بموجب 2 هفقدهم من الاس، يبقى دي لسه فيها 5. المنجنيز هنا دي بسالب 2 MnO4 هفكها هقول Mn زائد 4 اكسجين بتساوي سالب 2، يبقى Mn ناقص 8 بتساوي سالب 2، يبقى Mn بموجب 6. هفقد 6 يبقى دي فيها 1، هفقد 2 من هنا و4 من هنا دي فيها 1. طب حلو، مين اكتر واحد عنده الكترونات مفرده؟ الباشا ده. تمام كده، يبقى ده اعلى واحد فيهم اهو MnO، ده اعلى واحد. مين الاقل منه على طول؟ اللي عنده 4، يبقى Mn2O3. مين اللي اقل منه على طول؟ MnO2. وبعد كده الاقل يبقى الواحد MnO4 سالب 2، وبعد كده اقل واحد اللي هو Mn2O7 بس. رقم 34 بيقول لك استعمل بالشكل المقابل الذي يوضح طاقة التنشيط قبل وبعد استخدام عنصر انتقالي كعامل حفاز. اجب ما قيمة طاقة التنشيط بدون استخدام عامل حفاز. هسألك سؤال الاول، هو هنا قال لي ما قيمة طاقة التنشيط وسكت، هل هو حدد طردي ولا عكسي؟ لا، ما حددش طاقة التنشيط اللي عايزها دي طردي ولا عكسي. بدل ما حددش يبقى انت بتشتغل على طاقة التنشيط الطردي على طول. يبقى انا عايز طاقة التنشيط الطردي، يبقى انا عند المتفاعلات هنا. طيب بدون استخدام عامل حفاز يبقى ال 150 كلهم، يبقى ب 150 كيلو جول. طيب ما قيمة طاقة التنشيط بعد استخدام عامل حفاز؟ برضه ما حددش، يبقى انا عايز الطردي. بعد استخدام عامل حفاز يعني الحتة دي بس، انا عايز الحتة دي بس. هجيبها ازاي؟ سهلة. هو هنا عند النواتج دي طاقة التنشيط العكس صح؟ دي قبل ما استخدم عامل حفاز ودي بعد ما استخدمت عامل حفاز. قبل ما استخدم كان ب 250، بعد ما استخدمت كان ب 200، يبقى هو وفر لي كام؟ الحتة دي اللي هي 50. طب حلو، عند الطرد بقى قبل ما استخدم كان ب 150، بعد ما استخدم هو هيوفر لي 50، يبقى دي 100 بس، يبقى هتطلع ب 100. هل هذا التفاعل طارد ام موصل للحراره؟ النواتج تحت المتفاعلات يبقى ده طارد للحراره، وبالتالي الدلتا اتش باشاره ايه؟ سالبه. ادرس الشكل البياني المقابل الذي يعبر عن التفاعل الانعكاسي، احسب قيمه الدلتا اتش للتفاعل. الدلتا اتش هي المسافه من النواتج للمتفاعلات اهي. هطرح طاقه النواتج، طاقه النواتج بكام؟ ب 400 ولا بسالب 400، يبقى اقول سالب 400 ناقص طاقه المتفاعلات اللي هي سالب 150، يبقى ناقص 150. يبقى هنقول سالب 400 ناقص في ناقص بموجب، يبقى موجب 150، هتطلع معاك بسالب 250. هتطلع ب 250 بس بالسالب لانه طارد الحراره، النواتج تحت اهي، يبقى هتطلع معايا سالب 250، سالب 250 كيلو جول. هل التفاعل طارد ام ماس؟ قلنا طارد لان الدلتا اتش باشاره سالبه او من الرسمه. احسب مقدار طاقه التنشيط للتفاعل العكسي. العكسي يبقى عند النواتج اهوت لحد اعلى نقطه. يلا بطرح فوق من تحت. فوق واقفه عند كام؟ عند سالب 50، يبقى اقول سالب 50 ناقص، ما انا بجيب الفرق ما بينهم، بجيب الحته دي، يبقى سالب 50 ناقص 400 ناقص سالب 400، يبقى سالب 50 ناقص في ناقص بموجب 400 هتطلع معاك بموجب 350. حلو، موجب 350 يبقى دي طاقه التنشيط بموجب 350، موجب 350 كيلو جول. الشكل المقابل يعبر عن تركيب سبيكه النحاس الاصفر. النحاس الاصفر دي اللي هي كانت عباره عن نحاس زائد خرسين، دي سبيكه استبداليه. ما اسم العنصر المشار الى ذرته بالحرف اكس؟ تعالى كده بالراحه.
هو قال لك الذرات الكتير ديت البيضه ديت نحاس، يبقى اكيد التاني خرسين زد ان، يبقى ده عنصر الخرسين زد ان. اذكر استخداما واحدا لهذه السبيكه تستخدم في طلاء المقابض عن طريق عمليه الترسيب الكهربي. انا بستخدمها في كده اصلا، لونها نحاس اصفر بتديني اللون الذهبي، فبطلي بقى المقابض بتاع البيبان، الاوكر بتاع البيبان، بطلي بقى الحنفيات، الحاجات دي كلها. يبقى تستخدم في الطلاء، تستخدم في الطلاء للمقابض بطريقه الترسيب الكهربي، او بطريقه طلاء الكهربي او الترسيب الكهربي. الترسيب الكهربي ماشي. الشكل الذي امامك يعبر عن سبيكه الحديد الصلب اللي هي عباره عن حديد مع كربون. تعال نشوفها يلا. والله اللي بره ده حديد، واللي جوه ده اللي هو على فكره الايه واصله لحد جوه، يبقى الايه ده كربون. ماشي. تعرف على العنصر ايه؟ ده عنصر الكربون، يبقى ده الكربون. كيف يمكن فصل العنصر ايه عن السبيكه؟ حط حمض. انا قلت لك اي سؤال في السبيكه ما انتش عارف حط حمض. لما احط حمض هيتفاعل مع مين؟ مع الحديد، وهيتفضل من الكربون. مش انا قلت لك عشان افصل عنصر او اطلع عنصر لوحده حط ماده تتفاعل مع الماده الثانيه وتسيب العنصر ده؟ فلما احط حمض هيتفاعل مع الحديد وهيسيب الكربون هيترسب، يبقى احط حمض ال HCl. وهتكمل هتقول كده يتفاعل مع الحديد ما بين قوسين يذوب ويترسب. بص كده، ويتبقى اهوت، ويتبقى الكربون في صورة راسب اسود. بس يعني 38 بيقول لك اجريت تجربتان معمليتان كالتالي. التجربة الاولى 4 انابيب اختبار متماثلة وضع بكل منهما المركبات التالية. المركب الاولاني كبريتات حديد 2، كبريتات حديد 3، كبريتات منجنيز 2، كبريتات منجنيز 3، ثم تراكمهم في الهواء الجوي لفترة كافية. تعالى لما نشوف ايه اللي هيحصل. طيب بالراحة كده، انت عندك حديد 2 وحديد 3، ادي حديد 2 وادي حديد 3. هو عملية الأكسدة بتكون سهلة ولا صعبة؟ سهلة. ليه بقى؟ لأن الدي كان فيها 6 غير مستقر، هنا الدي فيها 5 فمستقر، فيسهل أكسدته. واحنا قلنا كلمة يسهل يعني ايه؟ يعني بيحصل في الظروف العادية. هنا الظروف العادية انا حاططهم في الهواء فهيحصل. يبقى ايه اللي هيحصل؟ احول 2 ل 3، يبقى إذا كبريتات حديد 2 هتتحول لكبريتات حديد 3. طب هل الكلام ده يحصل في المنجنيز؟ لا، لأن منجنيز 2 لما تتحول لمنجنيز 3 يبقى احول الدي من 5 لدي 4، يعني من مستقر لغير مستقر. العمليه صعبه، قلت لك بدل صعبه يبقى ما بتحصلش في الظروف العاديه اللي هي الهواء، تمام؟ يبقى مش هتحصل، يبقى ده مش هتحول لده. يبقى في الجزء الاولاني احنا قلنا كبريتات حديد 2 هتتحول ل 3. طب التجربه الثانيه 4 انابيب اختبار متماثله وضع بكل منها المركبات التاليه. كبريتات حديد 2 3 وكبريتات منجنيز 2 و3، ثم اضيف للاربع انابيب قليلا من براده الحديد وحمض الكبريتيك. استنى بقى، هو انا لما اضيف لكل انبوبه من الاربعه براده حديد اللي هي اف اي اللي ناتجه من التفاعل مع حمض الكبريتيك اللي هو H2SO4 هيحصل ايه؟ حديد مع حمض مخفف، ملح اهي، حمض مخفف، ملح حديد 2، يبقى كبريتات حديد 2 زائد هيدروجين. هو ده البعبع، هو ده الغم الازرق ده هو البلوه المسيحه. ليه بقى؟ عامل مختزل قوي، يعني بص هيدوس عليك، عامل مختزل قوي، فهيختزل حديد 3 لحديد 2. هي صعبه بس هو هيعملها لانه قوي، عامل مختزل قوي، وهيختزل منجنيز 3 ل 2 لان دي عمليه سهله اصلا فهتحصل على طول، فدي الاسرع يعني. اذكر ماذا يحدث للون كل مركب في هذه المركبات مع التفسير. طب انت مش مديني الالوان، يعني انت مش مديني الوان كل واحده. السؤال ده كان بيجي بس كان بيبقى راسم لك الانابيب 4 انابيب متماثله، وكان بيديك اللون في كل انبوبه، فانت بتشوف بقى ده بيتغير من ايه لايه وهكذا، تمام؟ انا بس اللي انا عايز اعرفه يعني ايه، هنفترض مثلا ده لونه ازرق، او خلينا نتكلم بالالوان، ده لونه اخضر وده لونه اصفر باهت، ايه اللي هيحصل؟ اللون الاخضر هيتحول للون الاصفر في التجربه الاولانيه، ده اللي هيحصل بس. طيب احنا قلنا ده لون اخضر وده لونه اصفر، ده مثلا لونه بنفسجي، ده لونه مثلا احمر مثلا، يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل؟ الاحمر هيتحول للبنفسجي والاصفر هيتحول للايه؟ للاخضر. فهمت الفكره؟ يعني انت شوف بس مين يتحول لمين فاللون هيتغير من ده لده. هو من هنا مش مديني رسمه الانابيب فمش مديني الالوان، بس اهم حاجه التغيرات اللي حصلت دي. رقم 33 اكمل المخطط التالي بكتاب الصيغ الكيميائيه للمركبات الحديد المناسبه. تعالى يلا. الحديد مع بخار الميه هي عند حراره 500 اكسيد حديد مغناطيسي، قلناها كتير بقى النهارده دي. اكسيد حديد مغناطيسي هفعله مع اول اكسيد الكربون اللي هو عامل مختزل فيختزله عند درجه حراره 500 اللي هي من 400 ل 700
في النص ما بينهم، يبقى ده اكسيد حديد 2 على طول اف اي او. اف اي او لما فعلوا مع الاكسجين هيأكسدوا فيديني اكسيد حديد 3 اف اي 2 او 3 لان الاكسجين عامل مؤكسد قوي. طيب اكسيد 3 مع حمض مركز، كون قوي مركز، خلاص ده موجب ده سالب، ده موجب ده سالب، الحديد الموجب هياخد الكبريتات فهيطلع اف اي اس او 4. الحديد ثلاثي وده ثنائي يبقى هنا 2 وهنا باي 3. خلصنا. طيب هو بيقول لي كمل المخطط وخلاص. رقم 40 بيقول لك من خلال المخطط التالي ما الرمز او الصيغه الكيميائيه لكل من الاي والبي والسي والدي. تعالى ما نشوف يلا. بص كده انا هبدا منين؟ دلوقتي هنا اول اكسيد الكربون صح؟ دايما ببدا عند الحته اللي فيها درجه حراره. هنا اول اكسيد الكربون ده عامل مختزل زي ما احنا لسه قايلين. عند درجه حراره 800، درجه حراره 800 يعني اعلى من 700، يبقى اللي ناتج منها حديد على طول، يبقى دي ده حديد على طول وش. الحديد مع الكلور، كلوريد حديد ثلاثي لانه الكلور عامل مؤكسد قوي. كلوريد حديد ثلاثي مع NaOH، الحديد الموجب هياخد ال OH السالب فيكون FeOH باي 3. طب يا مستر ما المركب ممكن يكون NaCl. يا قلب المستر انت دايما بتشتغل على الحته اللي فيها المركبات اللي انت عايزها. انا بنتكلم على الحديد ومعادلات الحديد، فاكيد انا عايز المركب اللي فيه حديد. هيدروكسيد حديد 3 لما سخنه عند اعلى من 200 اللي هي 250 هيدي اكسيد حديد 3. اكسيد حديد 3 بقى لما اختزله عند اعلى من 700 هيديني حديد. تمام كده، يبقى دي المركبات A و B و C و D. طيب السؤال رقم 41 بيقول لك رتب المواد التاليه في المخطط المقابل حسب تدرج عمليه الاكسده والاختزال. من اللي بيحصل له اكسده واختزال مديك 4 مواد اهي: اكسيد حديد مغناطيسي، فلز الحديد، اكسيد حديد 3، اكسيد حديد 2. عايز اعرف مين فيهم الاي والبي والسي. تعالى كده بالراحه يا باشا. اولا بس معلش السؤال ده فيه تعديل، كلمه الاكسده دهيت شيلها واكتب مكانها اختزال. تعالى نبدا من اول الاي. هنجرب. هو الايه ناتجه من عمليه اختزال صح؟ ناتجه من عمليه اختزال، يبقى ما ينفعش اكسيد حديد 3 لان اكسيد حديد 3 مش ناتج من اختزال حديد، هو اعلى واحد هو اللي بختزله ويكون الباقي. ما هو كان ترتيبهم كده: Fe FeO Fe3O4 و Fe2O3 صح؟ وانا نازل بعمل اكسده يبقى هو ناتج من الاكسده، وانا طالع بعمل اختزال يعني ما ينفعش حد قبله اختزله فيديني اكسيد حديد 3، فما ينفعش هو يكون ناتج اختزال اصلا. يبقى ما ينفعش هنا اكسيد حديد 3، ممكن اي حد تاني غيره، مثلا حديد. الحديد لما اكسده يديني حديد مغناطيسي Fe3O4. حديد مغناطيسي لما اكسده يديني اكسيد حديد 3. اكسيد حديد 3 لما اختزله مفيش غيره بقى اكسيد حديد 2. اكسيد حديد 2 لما اختزله هيديني حديد اهو. تمام. هنا اكسده وهنا اكسده، هنا اختزال طبعا من 400 ل 700 وهنا اعلى من 700، بس شيل كلمه الاكسده دي وخليها اختزال وخلاص. رقم 42 ادرس المخطط التالي ثم اجب عن الاسئله التي تليه. اكتب اسماء المواد 1 و2 و3. تعال نشوف يا عم. والله بيقول لك الحديد لما سخنته مع الماده 1 اداني FeCl3، يبقى الماده دي Cl2 على طول. غاز الكلور عامل مؤكسد قوي هيديني كلوريد حديد 3 باضافه محلول النشادر. محلول النشادر اللي هو NH4OH. يهمني المركب اللي فيه حديد يا برنس. الحديد موجب الOH سالب فيديني راسب بني اللي هو FeOH باي 3، راسب بني محمر. اللي لما سخنه عند اعلى من 200 هيديني اكسيد حديد 3 Fe2O3 زائد المركب اللي هو بقى الميه H2O. اكسيد حديد 3 لما اختزله بواسطه الغاز المائي اختزله فيديني حديد عند اعلى من 700 طبعا. طيب المهم يعني بيقول لك ايه ده، هو لما اتفاعل مع محلول نشادر اداني راسب بني اهوت زائد ال NH4 هتاخد السيل هيطلع NH4Cl اللي هو كلوريد الامونيوم اللي هو سحب بيضاء. اكتب اسماء المواد 1 و2 و3. فين واحد؟ واحد غاز الكلور، 2 هيدروكسيد الحديد الثلاثي، 3 كلوريد الامونيوم. ما اسم الفرن المستخدم في تحويل خام المركب 4 اللي هو الهيماتايت الى الحديد؟ والله هو بيقول لك هنا اختزال بواسطه الغاز المائي يبقى فرن ميدريكس. فرن ميدريكس. لو اختزال باول اكسيد الكربون بس كنا هنقول الفرن العالي، لكن هنا فرن ميدريكس. 43 بيقول لك لديك خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3 واكسيد حديد مغناطيسي. اجب عما يلي: ما النواتج الصلبه الناتجه من امرار الغاز المائي؟ الغاز المائي ده عامل مختزل على هذا الخليط عند درجه حراره كام؟ 280. هو دلوقتي بالراحه كده، انا دلوقتي لما اجي ارتبهم ادي FeO اهوت، وبعد كده Fe3O4 وبعد كده Fe2O3. هو عايز يختزلهم عند 280 اللي هي من 230 ل 300. من 230 ل 300 هيطلع حديد مغناطيسي، يبقى ده اللي هيختزل بس، يبقى ده اللي هيختفي كده وهيختزل لده، لكن ده هيفضل زي ما هو مش هيختزل، فهيفضل ده وهيفضل ده. يبقى دي النواتج الصلبه FeO زائد Fe3O4 دول الاثنين موجودين معايا، ده اللي هيختزل وهيتحول لده وخلاص.
ما ناتج تسخين هذا الخليط اللي هو اللي فوق مع الهواء الجوي لفتره طويله، يعني هسيبه في الهواء الجوي، والله ده هيتاكسد وهيتحول لثلاثه، ده هيتاكسد وهيتحول لثلاثه يبقى اكسيد، انا اسف، ده هيتاكسد ويتحول لثلاثه، وده هيتاكسد ويتحول لثلاثه يبقى اكسيد حديد ثلاثه بس. حتى هو قال لك سيبته في الهواء لفتره طويله عشان يتحول اكسيد حديد ثلاثه براحته. تمام. 44 تقريبا ده اخر حاجه اهوت. 44 ادرس المخطط التالي ثم اجب على الاسئله التاليه. تعالى بقى. حديد مع حمض الكبريتيك المخفف، حديد مع حمض مخفف، ملح حديد 2 اللي هو FeSO4 زائد غاز الهيدروجين، ملح حديد 2 وهيدروجين. كبريتات حديد 2 لما سخنها هتدي اكسيد حديد 3 وSO2 وSO3، فهو بيقول لك غازي، يبقى غازي SO2 وSO3 زائد اكسيد حديد 3 طبعا Fe2O3 معادله سوسو. لما اختزله باول اكسيد الكربون هيدينا حديد عند اعلى من 700، وهنا غاز اول اكسيد الكربون بس، يبقى ده الفرن العالي عشان لو سال على الفرن عكس السؤال اللي كان فوق. اكتب اسماء المواد 1 و2 و3. 1 كبريتات حديد 2 غاز الهيدروجين، 3 اكسيد حديد 3. طيب ما اسم الفرن المستخدم في تحويل المركب 3 الى حديد؟ يبقى ده الفرن العالي عشان اول اكسيد الكربون بس. تمام كده؟ تمام. تم بحمد الله. خلصنا الحمد لله رب العالمين الاسئله بتاعتنا لحد كده، الحمد لله يعني كده يكفي قوي وكفايه قوي. دلوقتي جاء الدور عليك يا برنس ان انت تبدا تطبق لي بقى في الامتحان الشامل. هتعمل ايه؟ بكل بساطه احنا دلوقتي اهوت، احنا يوم ايه؟ احنا يوم الثلاث دلوقتي، فالمفروض ان انت مخلص لي بقى الدنيا وخلاص على كده. المفروض بقى يوم الاربعاء لسه معانا في الباب الاول. هتعمل ايه؟ معاك طول النهار، طول النهار من الصبح لحد بالليل، لحد الساعه 7 بالليل تحل في الامتحان، تختبر نفسك فيه. طبعا ملهوش اجابات، فانا عايزك تختبر نفسك فيه. الحل هينزل لك بالتفصيل فيديو الساعه 7، تمام؟ يوم الاربعاء الساعه 7 بالليل هينزل لك بالتفصيل، تشوف ايه اللي غلط عندك، تشوف المستر ديت، طب دي غلط ليه، طب ديت ما اعرفش ايه، طب انا غلطت ليه، والحاجات دي كلها. تقيم نفسك بقى وتشوف نفسك وتشوف الاخطاء اللي عندك ايه. انت دلوقتي المفروض سمعت الشرح وسمعت الافكار والتريكات وسمعت حل، يعني عملت كل اللي عليك. فانا عايز اعرف بقى لو انت غلطت هتغلط ليه. تمام كده؟ هل في حاجه مثلا احنا ما قلناهاش؟ في حاجه ما انتش عارفها؟ في حاجه ما انتش واخد بالك منها؟ في حاجه مثلا انت اتسرعت؟ فانا عايزك عشان تستفاد، فلازم اللي هيستفاد اللي هيبدا يحل الامتحان دوت بمجهوده ويحله الاول لوحده. الناس اللي هتطنش وهيسيبها من الكلام ده ويقعدوا بقى يسمعوا الفيديو لما ينزل وخلاص، هو حلو هتستفاد، بس مش زي زميلك اللي استفاد اكتر لما حل لوحده. فلما حل لوحده هو قاعد مركز في كل سؤال وهيشوف صح وغلط ليه. تمام كده؟ فالله يبارك لك، الله يبارك لك. تعالى نفسك شويه واقعد حل بقى. كده كده اليوم اصلا الاربع ده هيكون فاضي خالص، مش هينزل لك غير الفيديو بتاع الحل اللي هم تقريبا 50 سؤال، يعني الفيديو هيكون صغير كمان. تمام؟ يعني هيكون تقريبا ساعه. فعشان كده الله يكرمك تعالى بقى على نفسك واقعد حل وشوف دنيتك. تمام؟ عشان باذن الله رب العالمين هنختم الباب الاول بكره، ويوم الخميس باذن الله هنبدا باب تاني، فاستعد بقى. تمام؟ ربنا يوفقكم يا رب، ييسر اموركم ويسدد خطاكم. دعواتكم ليا كده بتيسير، دعواتكم لوالدتي التمام شفاء. بحبكم جدا في الله، ربنا يوفقكم وييسر اموركم ويسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.